المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 59 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. الإريتريون في المهجر يحيون يوم الشهداء. بناء سد جديد في عد حوشة. طهران ترفض أي شروط إضافية في فيينا، وواشنطن لا تزال ترى الاتفاق بعيدا. مبعوث واشنطن الجديد يتطلع لرد من بيونغ يانغ بشأن الحوار. وواشنطن تطلق اختبارات على أحدث حامل الطائرات. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 21 من يونيو في مراكز العزل بأقاليم الجنوب والأوسط وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 59 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 32 من الإصابات في الإقليم الجنوبي، 10 منها في مندفرة، و5 في عد قيح، و5 في دقمحرة، و4 في كوعتيت، و3 في عد خالة، و3 في مايعيني، و2 في عرزة، و24 حالة إصابة في أسمرة بالإقليم الأوسط، و3 إصابات في إقليم شمال البحر الأحمر، 1 في مصوع، و1 في أفعبت، و1 في قندع. في غضون ذلك شفي 79 مريضا، 36 من الإقليم الأوسط، و30 من إقليم القاشبركة، و13 من إقليم عنسبة كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 5421، شفي منهم 4897، وتوفي 19 مريضا، فيما لا يزال 505 من المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من يونيو 2021. أحيا الإريتريون في الرياض بالمملكة العربية السعودية والخرطوم بالسودان ونيروبي ومومباسا الكينية وجوبا بجنوب السودان وفيينا النمساوية أحيوا يوم الشهداء. وفي مناسبة إحياء يوم الشهداء التي جرت بعدد محدود في مبنى السفارة الإريترية في الرياض وعرض مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم التبرع بمبلغ 137,734 ريال سعودي وتعهد لتبني 24 أسرة شهيد. وأوضحت القائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني غرزجهير إن الإريتريين في الرياض قدموا أكثر من 9 ملايين ريال منذ منتصف عام 2003 لدعم أسر الشهداء، وشكرت باسم أسر الشهداء وباسم السفارة الإريترية. وبيع في المناسبة درع بمبلغ 12,100 ريال في المزاد أعد لذكرى وشرف أعضاء قوات الدفاع الثمانية الذين عدمهم نظام ويان البائد عام 1998. وقدمت شهادات تقديرية ل30 مواطنا تبنوا من 1 إلى 8 أسر شهداء العام الماضي. في غضون ذلك قدمت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في فرع الدمام بالسعودية 2760 ريال لأسر الشهداء. وأحيا الإريتريون في الخرطوم بالسودان يوم الشهداء في مبنى السفارة ببرامج تمجد المناسبة. وقال مسؤول الشؤون السياسية في السفارة الإريترية السيد إبراهيم إدريس في المناسبة إن يوم الشهداء مناسبة لتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وتم التبرع في المناسبة بأكثر من 500 ألف جنيه و100 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما أحيا الإريتريون في نيروبي ومومباسا الكينية يوم الشهداء بإضاءة الشموع ووضع أكاليل الزهور ومسيرة أقدام. أحيا أعضاء الدفعة 34 من الخدمة الوطنية وطلاب التدريب المهني بساوة أحيوا 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء بتنظيم فعاليات مختلفة تحت شعار في ذكرى تبعث على الاعتزاز.
وقدمت في المناسبة التي حضرها قائد مركز التدريب العسكري لقوات الدفاع الإريترية العميد إبراهام عندهم وقائد مركز التدريب العسكري بساوة العقيد دبساي قدي عرض فني وثقافي عكس الوفاء والمعجزات التي صنعها الأبطال بتجاوز التحديات الصعبة وتحقيق الاستقلال والتضحيات في سبيل الوطن. وقال نائب قائد مركز التدريب العسكري للخدمة الوطنية المقدم تمسجن سامييل إن 20 من يونيو يمثل الاستشهاد في سبيل الحرية والاستقلال، لذلك يجب تقييم الخطوات التي خطوناها لتنفيذ وصايا الشهداء، وخاصة إن تنشئة الشباب بقيم الشهداء الأبرار رسالة آنية للمساهمة بوعي لإنجاح برامج التنمية. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإرثية بأن الوحدات المرابطة في ساوة قامت برعاية الأشجار المحيطة بساوة وإضاءة الشموع لذكرى العزة والمجد. قدم مبلغ 19,200 نقفة لأسر الشهداء في ضاحية هدامو بمديرية دكة محرة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح مدير مديرية دكة محرة السيد يماني أبرة أن الدعم مواصلة لمختلف أنواع الدعم المقدم لأسر الشهداء، وسيتواصل بتنظيم ومشاركة واسعة. من ناحية ثانية أكد شباب مديرية دكة محرة العهد لتنفيذ أمانة الشهداء في البرنامج الذي نظموه بمناسبة يوم الشهداء. تجري أعمال بناء سد جديد في عد حوشة بمديرية قالة نفحي. وأوضح المشرفون على بناء السد إن أعمال بناء السد الجارية منذ شهر إبريل الماضي تسير جيدا، ويسع السد الذي تشيده الحكومة 185 ألف متر مكعب من المياه، وسيسهم بعد الاكتمال في تخفيف مشكلة المياه والدفع بالزراعة المروية. ودعا مدير مديرية قالة نفحي السيد محار يوهنس السكان للقيام بأنشطة نفير لتجميع المياه الجارية من عد حوشة وحتى منطقة زقب في السد. أوضح سكان ضاحية حوسيت في مديرية قندع أن محمية القرية التي تبلغ مساحتها أكثر من 500 هكتار تنمو أشجارها جيدا. وذكر السكان أن الرعاية والحراسة المستمرة ساعدت في نمو الأشجار المستوطنة. وأشاد مدير ضاحية حصيد السيد عثمان عمر بأنشطة السكان لحماية التربة وحفظ المياه إلى جانب حراسة المحمية، وتعمل إدارة الضاحية باهتمام كبير لحماية المحمية وتكاثر الحياة البرية. وأكد الشباب حراس الأشجار مواصلة العمل الذي يقومون به بالتعاون مع الشعب لنمو الغطاء النباتي في المحمية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت إيران إن الجولة المقبلة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي يمكن أن تكون الجولة النهائية، لكنها لن تقبل شروطا إضافية ولن تتراجع عن حقوقها وفق البرنامج النووي. بينما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن المسافة لا تزال طويلة في مسار المفاوضات فيينا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاد أن طهران متفائلة بشأن نتائج المفاوضات، لكنها لن تتسرع في الحكم على الموضوع. في المقابل قال مستشار الأمن القومي الأمريكي أن المسافة ما تزال طويلة في مسار مفاوضات فيينا قبل حل عدد من القضايا الرئيسية بما فيها العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران أن تتعهد بها. من ناحية أخرى قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن انتخاب رئيس جديد في إيران لن يؤثر على سير مفاوضات فيينا، وإن التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لا يزال صعبا في الوضع الحالي. وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 واصفة إياه بالاتفاق السيء، وعادت فرض عقوبات مشددة وكثيرة على طهران بغرض حملها على التفاوض على إبرام اتفاق جديد، وهو ما رفضته طهران.
قال المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية سون كيم إنه يتطلع للحصول على رد إيجابي من بيونغ يانغ بشأن الحوار، وذلك خلال زيارته لسيول للاجتماع بنظرائه من كوريا الجنوبية واليابان. ويقوم سون كيم بزيارة لكوريا الجنوبية تستمر 5 أيام. وعين كيم في منصبه الجديد بعدما أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، خالصت إلى ضرورة سعي واشنطن إلى إيجاد سبل عملية لدفع بيونغ يانغ للتخلي عن أسلحتها النووية. ووصل المبعوث الأمريكي إلى كوريا الجنوبية عقب الاجتماع الرئيسي للحزب الحاكم في الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ، حيث وجه الزعيم الكوري الشمالي بلاده بأن تكون جاهزة للحوار والمواجهة في رسالته الأولى إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. بدأت البحرية الأمريكية سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطورا عبر القيام بتفجيرات ضخمة لتحديد ما إذا كانت السفينة جاهزة للحرب. وذكر بيان أنه تم إجراء أولى الاختبارات عندما قامت البحرية بحادث تفجير عملاق بالقرب من حاملة الطائرات USS جيرالد آر فورد. وأظهرت الصور ولقطات مسجلة اندفاعا هائلا للمياه من المحيط نتيجة ما وصفته وسائل الإعلام الأمريكية إنه انفجار بقوة 18 طنا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الانفجار الذي وقع في المحيط الأطلسي قبال السواحل فلوريدا سجل على أنه زلزال بقوة 3.9 درجة. بعد الاختبارات ستخضع السفينة الحربية للصيانة والإصلاح، وتعتبر حاملة الطائرات USS جيرالد فورد من الأكبر لدى الجيش الأمريكي، وكلفت صناعتها نحو 12 مليار دولار. ارتفع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية كلوديت التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية إلى 13 شخصا، أغلبهم في حادث سير مروع شهدته ولاية ألاباما الأمريكية، بينهم 9 أطفال بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. وكانت كلوديت قد صنفت في بداية الأمر كعاصفة استوائية قبل أن يتم تغيير تصنيفها على منخفض استوائي، لكنها تسببت في رياح قوية وأمطار غزيرة. وبلغ سرعة الرياح التي سببتها كلوديت بألاباما 55 كيلومترا في الساعة بحسب ما قال المركز القومي للأعاصير. وتشير التوقعات بأن المنخفض سيتحول إلى عاصفة استوائية شرقي نورث كارولاينا، ثم ستتحرك كلوديت إلى المحيط الأطلنطي. وتظهر مشاهد ما بعد كلوديت منطقة ساحل الخليج التي تظهر الشوارع والمنازل التي غمرتها المياه على الساحل في سليدهيل، والأمطار الغزيرة وانتشار الإعصار في ألاباما وصوت الرياح العالي. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء، إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز عناوينها. إصابة 59 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. الإريتريون في المهجر يحيون يوم الشهداء. بناء سد جديد في عد حوشة. طهران ترفض أي شروط إضافية في فيينا، وواشنطن لا تزال ترى الاتفاق بعيدا. مبعوث واشنطن الجديد يتطلع لرد من بيونغ يانغ بشأن الحوار. وواشنطن تطلق اختبارات على أحدث حامل الطائرات. في الختام لكم مني أجمل التمنيات وأجمل المنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.